اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا اميره احمد ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني او تزوروني فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. النهارده انت جايه لنا بايه يا اميره؟ النهارده جايه لكم بعظمه، بصينيه لازانيا. حكايه صينيه لازانيا سهل وسريعه. هو ده السهل السريع الممتنع اللي تتعمل في 5 دقايق، تكوني عامله صينيه لازانيا ملهاش حل على عزوماتك في رمضان. أكلة سريعة وسهلة جدا، بتتعمل في 10 دقايق، مش مكلفة خالص. بربع كيلو لحمة أو بنص كيلو لحمة مفرومة ممكن تعمليها وليمة في البيت عندك، تعمليها لعزومات رمضان إن شاء الله رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي بمناسبة شهر رجب. إن شاء الله يتم عليكم بالخير يا رب بأمرك انت يا رب، ويبلغنا رمضان اللهم امين يا رب العالمين. عملنا صينية اللازانيا دي في 10 دقايق، ما خدتش معانا 10 دقايق. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، نخش الفيديو بتاعنا ونشوف العظمة دي عملناها ازاي. يلا بينا نخش على الفيديو. وكده بقى حبايب قلبي، يلا نخش على مقاديرنا على طول ونقول بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هنبدأ بقى بالعصاج بتاعنا. أول حاجة عشان هو الحاجة اللي بتاخد وقت معانا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بمقاديرنا على طول. معايا هنا 3 4 معالق من الزيت، هنزل بيهم يا جماعة ببصلتين مبشورين. تبشروهم في الكبة، تبشروهم على ايدك، تبشروهم في المبشرة، ايا كان، المهم ان هم عايزين يتبشروا ناعم وخلاص. تمام. هنزل على البصل بتاعي على طول، مش هستنى ان هو يتحمر ولا الكلام ده كله. هنزل بالفلفل الاسمر بتاعي على طول كده، اقول بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر ومعلقة صغيرة من الكمون. تمام. صينية اللازانيا دي يا جماعة مش هتدوقوا زيها ولا هتاكلوا زيها، بأمانة خرافية، هتعجبكم جدا وبألف هنا وعافية يا رب على اللي هيجرب إن شاء الله رب العالمين. معايا معلقة بابريكا. تمام كده عشان أعزز اللون. يبقى أنا كده حطيت على البصل الفلفل الأسمر والكمون والبابريكا. تمام. هشوح بقى البصل بتاعي كده تشويحة حلوة. أنا مش عايزاه يتحمر يا حبايب قلبي ولا الكلام ده كله. انا معايا بصلتين كبار عشان انا معايا نص كيلو من المفروم. قللي البصل، كتري البصل حسب ما انتي عايزه. تمام اهو كده. مش هستنى بقى على اللحمه المفرومه بتاعتي واقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزل باللحمه المفرومه بتاعتي كده على طول يا جماعه. انا معايا هنا نص من اللحمه المفرومه اهو، هنزل بيها على البصل بتاعي وعلى البهارات بتاعتي على طول، مش هستنى. تمام كده. مش هستنى حبايب قلبي ان انا اعمل البصل والكلام ده كله. لا، انا نزلت على طول كله في بعضه كده، ياخد تشويحه حلوه محترمه اهو. هستنى لما اللحمه بتاعتي تنزل كل الميه بتاعتها والسوائل اللي فيها كلها، علشان هنضيف الاضافه الاخيره بتاعتها ونسيبها بقى تتعمل براحتها، ونسيبها ان هي تتعصج براحتها. هنزل هنا الاول بمعلقه من بودره المرق الدجاج او مكعب مرق الدجاج لو عندك. تمام. انا هنزل هنا بمعلقه بودره كده، عندي بودره. لو عندك انتي حطي مكعب، ما عندكيش عندك البودره حطي، عندك المكعب حطي مكعب، بتخلي طعمها حلو قوي يا جماعه. وهنزل بشويه الملح بتوعي اللي عندي اهم. تمام. وهقلبها تقليبه كده حلوه. دايما اللازانيا يا جماعه العصاج بتاعها بتحط لها يا صوص طماطم يا صلصه. انا ما عملتلهاش صوص طماطم، ما فرمتلهاش طماطم يعني، فهحط لها معلقه صلصه واضيف لها ربع كوبايه ميه، مش اكتر من كده، واسيبها على النار تاخد وتدي مع نفسها على ما نعمل بقيه مقاديرنا اهي بالشكل الجميل ده كده.
كده يا حبايب قلبي اللحمه بتاعتي خدت ودت كده مع بعضها شويه ونزلت الصوص بتاعها. هنزل بقى بفص ثوم مفروم، وده اختياري، اختياري، مش حابه تحطيه ما تحطوش، هو فص واحد بس بيعمل ريحه وتست يا جماعه ملوش حل في العصاج بتاع اللازانيا. خطير خطير خطير. طالما احنا هنضيف صلصه او صوص طماطم يبقى ننزل بفص ثوم كده، بتعمل تست رهيب يا جماعه، بيخلي الطعم والريحه في الريحه في حته تانية. تمام اهو، اشوحه كده مع بعضه تشويحه حلوه، وهنزل هنا بمعلقه الصلصه بتاعتي بالشكل ده كده اهي اهي. ولا احلى ولا اروع من كده. ريحته يا جماعه خطير، فص الثوم اللي حطيناه بيوديكي في حته تانية، ريحته خرافيه فعلا، يعني ريحته خرافيه، تحفه جدا، عظمه بجد. اهو هسيبه بقى يتسبك كده مع بعضه كده شويه، وياخد ويدي مع نفسه شويه، ونروح نعمل ايه البشاميل بتاعنا. كده يا حبايب قلبي بقى انا سبت اللحمه المفرومه بتاعتي تتعصج براحتها كده مع معلقه الصلصه اللي حطيناها. نسيت اقول لكم ان انا حطيت نص كوبايه ميه عليها وسبتها براحتها كده. تمام كده على نار هاديه. جبت معايا بقى هعمل البشاميل، هنزل هنا بمعلقتين من الزيت، تمام كده، وعليهم معلقتين من الزبده بالشكل الجميل ده كده، واسيبهم يسيحوا مع بعض عشان انزل بالزيت بتاعي. جربوا طريقتي يا جماعة في اللازانيا، هتعشقوها وهتحبوها جدا. اديلها فرصة ان هي تسيح كده عشان الدقيق بتاعي. انا نزلت هنا بمعلقتين زبدة ومعلقتين من الزيت، هنزل هنا باربع معالق من الدقيق. تمام، على قد السوائل بتاعتك انزلي بالدقيق بتاعك. هنا معايا 4 معالق من الدقيق، اشوحهم كويس جدا اهو. انا عايزه الصوص بتاعي يبقى خفيف. الصوص بتاع اللازانيا يا جماعه بيبقى خفيف، مش زي بتاع البشاميل التقيل بتاع المكرونه، لا بيبقى خفيف، ما بيبقاش تقيل بتاع اللازانيا. تمام، عشان اللازانيا بتبقى عباره عن حاجه مش مستويه او حاجه مش مسلوقه زي المكرونه اللي مش مسلوقه، فلازم ان انا ادي لها حاجه فيها جوسي او تبقى سايبه شويه، بحيث ان هي تسوي، بحيث ان هي تسوي اللازانيا عندي. تمام كده، هحمر مش هحمره، يعني هخليه ان هو اطلع ريحه الدقيق منه الني. تمام بالشكل ده كده. وبعد كده انا معايا لتر من الحليب، اخد بس كده تقليبه حلوه كده محترمه عشان اقدر انزل بالحليب بتاعي. انا مش عايزه ريحه الدقيق الني ده موجود في البشاميل بتاعي خالص يا جماعه. اهو اقلبه كده تقليبه حلوه بحيث ان انا احس ان هو اتحمص. انا مش عايزه اخد له لون، لا انا عايزه احس ان هو خد تحميصه حلوه ولون حلو بالشكل ده كده. انا معايا بقى هنا لتر من الحليب، تمام، هنزل بيه هنا كده اهو، اقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بيه بالشكل ده كده وايدي شغاله عشان ما يحصلش عندي تكتلات اهو. الصوص بتاع اللازانيا يا جماعة ما بحطش فيه جبن ولا اي حاجة، انا بضيف الجبن على الطبقات اللي احنا بنعملها، انما انا ما بحطش على الصوص جبن علشان ما تقلهاش، انا عايزاه خفيف، عايزة الصوص بتاع البشاميل بتاع اللازانيا خفيف اهو بالشكل ده كده. ايديكي في قلب الصينية ما تشيليهاش، او في قلب الحلة ما تشيليهاش عشان ما يبقاش عندك تكتلات اطلاقا من الدقيق بتاعك. تمام كده اهو. وكده يا حبايب قلبي البشاميل بتاعي خلص وبقى زي الفل وخفيف وتحفه معاكم. ازاي اهو يا جماعه، تحفه وكريمي وملوش حل اهو.
اهو، تحفه جدا، حلو جدا، قوامه ملوش حل يا جماعه. هنزل عليه بقى بشويه فلفل اسمر، يعني ربع معلقه كده ولا حاجه، اطعمه مش اكتر من كده. حبه مرقه بودر عندك مكعب افركيه في قلبها، ومش اكتر من كده. تمام اهو، هنطعمه بس مش اكتر. لو عندك مكعب انزلي بيه، ما عندكيش عندك بودر انزلي بيه، ما عندكيش ممكن شويه ملح، مش هيحصل اي حاجه، يبقى عظمه بجد. احنا ما حطيناش اي حاجه هنا يا حبايب قلبي اكتر من اللبن والزبده والزيت والدقيق، بس كده، ما عملناش حاجه تانية اكتر من كده. عظمه بجد، وهتاكلوا احلى صينيه لازانيا، تحفه، مفيش فيها اي افتكاسات. مكوناتها سهله جدا وبسيطه يا جماعه. انا بحب اسهلها على الناس، وبحب اسهلها على البنوتات الصغيرين اللي لسه مبتدئين، وبحب اسهلها على الناس اللي ما عندهاش امكانيات كتير ان هي تحط مكونات كتير مفرطة زي ما احنا بنعمل كده. لا، احنا بنسهلها على الناس يا جماعة. في ناس ما بتحبش الحاجات الزيادة في الاكل، بتحب الاكلة مظبوطة على طبيعتها. في ناس ما بتحبش الافتكاسات، في ناس ما بتحبش نحط حاجة هم مش عارفين يعني، مش عارفة افهمها لكم ازاي. بس في ناس بتحب الحاجة زي ما هي، ما بتحبش حاجة زيادة ولا ناقصة، الوصفة زي ما هي، الحاجة زي ما اتعلمناها على قديمه. في ناس بتحب كده، انا بحب ان انا اوصل لهم المعلومة بالظبط يا جماعة. والزيادة دي بتبقى من عندك انتي، حابة تحطيها حطيها، مش حابة مش فارقة ومش اساسية في الوصفة. يلا بقى عشان نحط المكونات كلها على بعضها ونطبق الصينية بتاعتنا. يلا حبايب قلبي بقى نعمل اللازانيا بتاعتنا. انا هنزل كده ايه بمعلقتين 3 كده بشاميل في الارضيه اهو، اعمل كده. تمام اهو، هرص بقى اللازانيا بتاعتي كده يا جماعه. رصوها بقى ايه حسب الصينيه بتاعتكم اللي انتوا بتعملوا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نرص كده اهي، نمسك دي كده اهي، متقلقوش خالص لما تتكسر مش هيحصل لها اي حاجه، عشان نقفل بس الصينيه. تمام اهي بالشكل ده كده. متقلقوش يا جماعه من موضوع التكسير ده، مش مشكله خالص. المهم ان انا ايه اغطي الصينيه عندي، اقفل الصينيه عندي كويس اهي. تمام، هجيب بقى لحمه مفرومه كده، اهم حاجه ان انا اكون مغطيه كل اللازانيا عندي باللحمه المفرومه وبالبشاميل، علشان هي مكرونه نيه يا جماعه. اهم حاجه تغطوها كويس جدا، ما يكونش فيها حاجه باينه من اللازانيا علشان تستوى، عشان انا اهم حاجه عندي عمليه السوى بتاعتها. انزل هنا بشويه من البشاميل. الله اكبر الله اكبر، اهو اهو اهو، الله اكبر الله اكبر، كله اهو. اشهد ان لا اله الا الله. رص الطبقه الثانيه، طبعا هنا احنا عملنا بشاميل على لحمه. رص الطبقه الثانيه بقى اهو. انا جيت ابص لقيت ممكن احط دي هنا كده. رص الطبقة التانية، وهنعمل نفس النظام اللي احنا عملناه في الاول. تمام اهو، كل الطبقات اللي احنا حطيناها في الاول هنعملها هنا تاني. اللحمة المفرومة
اهي اللحمه المفرومه يا جماعه الاول اهي، غطيها كويس، اهم حاجه تغطيها بالسوائل اللي في البشاميل اللي في البشاميل وفي اللحمه المفرومه، تغطيها كويس علشان هي مكرونه نيه يا جماعه. بقول لكم للمره التانية، ومكرونه نيه لازم ان هي تستوي عشان ما تطلعش بتشد معاك. اي نوع لازانيا، ما تقوليش بقى حد يقول لك ده في نوع حلو ونوع وحش، هي عباره عن مكرونه. تمام، اهم حاجه نسبه التسويه في نسبه السوائل فيها تكون عاليه عشان تستوي اي نوع لازانيا. ما تصدقيش حد يقولك ده هي انواع، هي انواع وشركات، بس كله محصل بعضه يا جماعه. معايا هنا شويه آه جبنه موتزاريلا بالشكل ده كده اهو. مش لازم، عندك مش عندك مش مهم، احنا بنحطها بس كده ايه يعني كطعم كده. اخر طبقه معايا بقى هنا اهي من اللازانيا، هقفل بيها. دي اخر طبقه اهو، اهو اهي اهي. تمام كده. واخر لحمه معايا اهي برضو اهي بالشكل ده كده. دي اخر لحمه معايا برضو اهي، افردها كده اهي. قفليها بقى زي ما انت عايزه تقفليها، زي ما انت حابه تقفليها، زي ما البشاميل اللي بتقفليه، زي زي اي حاجه انت بتقفليها بقى. حابه تكتري حابه تقللي، المهم ان انت حطي المكونات بتاعتك يكون فيها نسبه سوائل علشان يا جماعه هي نيه. بس كده زي الفل. انزل بكل البشاميل اللي عندي اهو. انا عملتها 3 طبقات، حابه تعمليها طبقتين اعملي طبقتين، مش هتقول لا. حابه صغري الصينيه، حابه تعملي نص الكميه بتاعت العبوه اعمليها، مش هتقولك لا. اهي. انا يا جماعه اللي ما بحبش الحاجه تخينه، عشان كده بحب اوسع الصينيه شويه، عشان ما بحبش الحاجه تبقى تخينه. احنا بندي الفكره، وانتي بقى الزيادات دي بتاعتك انتي، حابه تحطيها حطيها، حابه تحشي حاجه تحطي حاجه، الفكره بس بنديها. وبعد كده الاضافات دي بتبقى من عندك انتي طبعا. كلنا ستات بيوت شاطرين، مخنا شغال، المطبخ عندنا بيبقى بنشوف حاجه تنفع تتحط تمام، ما تنفعش خلاص ما فيش مشكله. انا كده خلصت كل كميه البشاميل واللحمه عندي. احط بقى الجبنه الموتزاريلا بتاعتي كده على الوش. وقلت لك هقول لك تاني، الجبنه الموتزاريلا مش اساسي، مش حابه تحطيها ما تحطيهاش. احنا بس عشان ولادنا قعدوا بيحبوا حته المطه والكلام ده كله، ما تحطهاش. حابه ان انت ما تحطيش مكرونه بتاع ده موتزاريلا، ممكن تحط بيضه في البشاميل على فكره، وهتبقى تحفه جدا. بس كده اخش بيها الفرن بقى يا جماعه، انا مرضتش افصل معاكم خالص. هدخل بيها الفرن على رف وسطاني درجه 180، هتقعد معايا نص ساعه او ساعه الا ربع في الفرن علشان المكرونه تستوى او اللازانيا تستوى. تمام كده، هطلعها من الفرن وهرجع لكم تاني. وبكده يا حبايب قلبي اكون خرجت صينيه اللازانيا بتاعتي من الفرن. شايفين يا جماعه؟ شايفين الالوان؟ تحفه جدا، حلوه جدا، عظمه بجد، عظمه على عظمه يا ست. السهل الممتنع هنعملها في 10 دقايق زي ما شفنا الفيديو كده مع بعض. بأمرك يا رب. مقاديرنا سهله وسريعه وبسيطه، وإن شاء الله نعتمدها في رمضان على سفرتنا. يلا بقى نشوف معانا اللازانيا بتاعتنا شكلها عامل ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واو 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 بجد، واو. ريحتها يا جماعة خطيرة، ريحتها حلوة قوي. بصوا، حلوة حلاوة. واو 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 واو. شايفين؟ شايفين يا جماعة؟ تحفة قوي.
حلوة جدا. شايفين؟ سخنة جدا يا جماعة، سخنة لدرجة لا تتخيلوها. مش عارفة انزلها من على ال القطاعة. تحفة قوي. شوفوا، شايفين التسوية من تحت؟ شايفين اهي؟ حلوة يا جماعة، حلوة حلاوة ملهاش حل. تحفة جدا. شايفين عاملة ازاي؟ شايفين البشاميل بتاعي اهو؟ شايفين؟ حلوة قوي يا جماعة، حلوة قوي. ريحتها حلوة جدا على فكرة. شايفين؟ اللازانيا بتاعتي مستوية، حلوة. شايفين؟ تحفة، تحفة بجد، بأمانة تحفة. دايبة دوب في البشاميل وفي المفروم، ملهاش حل. شايفين؟ شايفين الجبنة بتاعتي بتمط، واللازانيا بتاعتي مستوية، والجبنة الموتزاريلا بتاعتي بتمط ازاي. شايفين اللحمة بتاعتي حلوة ازاي، دايبة دوب في قلب البشاميل. شايفين اللازانيا بتاعتي اهم حاجة مستوية، ما بتقطمش، مستوية ودايبة، اكننا عاملينها بالمكرونة بالظبط. حلوة حلاوة يا جماعة، انتوا مش متخيلين الريحة. تحفة جدا. بألف هنا على اللي هياكل، وبألف هنا على اللي هيجرب، وبألف هنا وشفا عليكم وعلى قلوبكم يا رب. دمتم سالمين، دمتم في حياتي نعمة. ما تنسوش بقى اللايك والشير يا جماعة. لو انا استحقه اعملوه، ما استحقوش ما تعملوهوش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.